من اكتر من سنه تقريبا اما عملت فيديو احسن نودلز في مصر، كان في الكومنتات اطعمه غريبه وطرق غريبه لعمل النودلز، فانا اخترت كام حاجه كده ودورت برضو على كام طريقه، والنهارده هنجرب نعك شويه ونعملهم ونجربهم. انا احمد سعد، وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفطر المبارك. مستغربين طبعا ان مفيش ترابيزه وكده، بس انا حبيت في الفيديو ده وفي العيد ان احنا نغير شويه اجواء الترابيزه والواحد يقعد كده ويرحرح براحته ونعمل الفيديو بتاع النهارده. خلينا نعتبر الفيديو ده الجزء الاول، ولو عايزين جزء تاني فلايك وشير وسبسكرايب واكتبوا لنا تحت في الكومنتات. وعشان ما اطولش عليكم خلينا نبدا في الاطعمه الغريبه اللي معانا النهارده لصنع النودلز. النودلز اللي انا اشتريته النهارده وهنستخدمه هو كيلوجز، مش لحاجه والله، ولكن انا لقيت عليه عرض كده، الباكيته فيها 5 بسعرها اقل، لكن ممكن برضو نستخدم الاندومي العادي اللي كلنا عارفينه. اول طريقه معانا النهارده، وخلينا نبدا بحاجه كده سهله وبسيطه، اندومي. طعم الشيتوس مغطي جدا على طعم النودلز اللي بتاع، عشان الجبنه مش هتشطه، ففي طعم حراره. كلين الكلوجز اللي كنا جربناه بطعم الجبنه، اللي قلنا اللي كان المفروض طعم الجبنه فيه كان يبقى احسن من كده، وقلت برضو ان طعم الشيتوس بتاع الجبنه مع النودلز كان هيدي طعم احلى. او ده فعلا التطبيق العملي على الكلام ده. وانت بتحب الجبنه انك تحطها على اي حاجه، وبتحب برضو النودلز، فالبتاع ده هيعجبك جدا، فهو يعتبر جيد. وانا لو هديله تقييم هديله 7 من 10. وتاني طريقه معانا النهارده لعمل النودلز هو اندومي بالتونه. هي دي مش تونه، دي سلطه التونه اللي هي اسمها ريو ماري. الطريقه دي ناس كتير جدا كانت كتبتها لي على الفيديو بتاع نودلز، وناس كتير كمان لما عملنا فيديو احسن تونه كتبت لي انت ليه ما جبتش ريو ماري. ماري دي هي سلطونه اللي هي سلطه التونه، وانا بصراحه دورت عليها كتير عشان الاقيها، وفي الاخر ما لقيتهاش غير على ابلكيشن بريدفاست. فاكرين ابلكيشن بريدفاست اللي كنا اشترينا منه كشري سريع التحضير؟ انا لقيتهم بيبيعوا التونه اللي هي الريو ماري دي، سلطه التونه، سعرها زي بره تقريبا زي ما كنت بشوفه بره. ابلكيشن بريدفاست اللي ما سمعش عنه قبل كده، هو ابلكيشن بيوصل لك عيش وكيكه وبسكوت ومعظم حاجه تقريبا السوبر ماركت، فانا لقيتهم شغالين في العيد وبيوصلوا تاني يوم على طول، وكمان التوصيل مجاني. وبصراحه يعني انا جربتهم كذا مره، معاملتهم كويسه.
يعني بيتهيألي كان الافضل ان احنا نكسر الاندومي، مش عشان كمان ان احنا نعرف ناكله بمعلقه ما ناكلوش بشوكه، لا عشان كمان السكر يعرف يخش كده جوه الاندومي. ان انا حطيت سكر وبرده ما زال طعمه دلع، يعني حطيت سكر كتير. طبق زي ده تفطر بيه الصبح هيسد معاك لحد اخر النهار ممكن. كمان المميز فيه ان هو سريع رخيص، اندومي وشويه لبن، قيمته الغذائيه كويسه بناء على اللبن اللي فيه. مكسرات بقى وزبيب والحاجات دي مش هتكلم عليها، يعني هو يعتبر جيد. عشان كده لو هدي تقييم للاندومي باللبن هديها تقييم 7/10، مع التحفظ برضو ان لو كانت اتكسرت تالي كان طعمه كان هيطلع احسن من كده. وده ياخدنا على اخر حاجه معانا النهارده، واللي بصراحه محدش كان كتبها لي في الفيديو اللي فات، ولكن انا لما عملت سيرش على الاطعمه الغريبه للنودلز لقيت ناس كتير بتعملها باكتر من طريقه، وانا بصراحه حبيت كده ايه نفتكس كده ونعك ونشوف هل فعلا هما بيتكلموا صح وهل هتطلع حلوه ولا لا. الطريقه هي بيتزا نودلز. نركز بقى في الطريقه دي شويه عشان ده خلاصه سيرش كبير عن طريقه عمل النودلز بيتزا. كل اللي نحتاجه هو كيس اندومي بطعم الفراخ، او ممكن نستعين بكيلوجز. انا بصراحه حابب اعمله بكيلوجز عشان انا قلت لكم قبل كده ان نكهه الدجاج الخاصه دي انا بحبها جدا. انا هعمله بكيلوجز، ولكن عادي يعني ممكن تعمله باندومي، ممكن تعمله باي طعم انت عاوزه. انا عشان هعملها بالتركي انا اخترت نكهه الدجاج، لكن لو عاوز تعمل بقى بيتزا بوسترما ممكن تعمل الخضروات، نكهه الخضروات. لو عاوز تعمله بقى بالسوسيس ممكن تجرب نكهه اللحمه، فالاختيار ليك. ده فلفل الوان انا مقطعه، جبنه موتزاريلا، ده زيتون شرايح اسود عادي يعني ممكن اخضر، ممكن اللي انت عاوزه. ودي شريحه تركي عشان نحطها على الوش كده بحيث البيتزا تبقى ايه مايله شويه ناحيه الفراخ. بص انت ممكن تعمل صلصه، ولكن انا يعني فضلت او حبيت ان احنا نعملها بالكاتشب عشان الطريقه تبقى سهله كده وسريعه. جدا
الميكس بصراحه دخل دماغي، ولا يعني ممكن اعملها كل يوم بصراحه. هو النودلز نشف شويه، نشف حاجه بسيطه، ولكن ميكسه بقى مع الجبنه والزيتون والتركي مودي الطبق في حته تانية خالص. بصراحه ما كنتش متوقع ان الطبق ده هينجح، ولكن طعمه جامد جدا. انتوا لازم تجربوا بصراحه النودلز بيتزا دي. اي حد كان عملها قبل كده اصلا يا ريت يقول لنا رايه تحت في الكومنتات. لو اي حد جربها يا ريت برده يشاركنا رايه تحت في الكومنتات، او عندي على الانستجرام يخش يبعت لي الطبق ده طعمه خرافه. عشان كده انا لو هدي البيتزا نودلز دي تقييم انا هديها ممتاز، بمعنى اصح هديها 10 من 10. ده كان كل شيء لفيديو النهارده. زي ما بقول لكم دايما استمتعت جدا وانا بعمل بصراحه الفيديو ده. انا بحب جو التجارب يعني والحاجات الجديده دي، فعاوز اعرف رايكم في الفيديو ده بالذات. خليني اشوف تفاعلكم على الفيديو ده باللايكات والشير. زي ما قلت لكم لو عايزين جزء تاني انزلوا اعملوا لايك للفيديو من تحت. لو لقينا يعني ان الفيديو جايب لايكات كتير وتفاعل حلو هنعمل جزء تاني. واكتبوا لنا برده تحت في الكومنتات عاوزين تشوفوا اطعمه ايه غريبه للنودلز في الجزء التاني. بص مش طريقه عمل، لا يعني نودلز بحاجه. خليني اديكوا كده هنت، مثلا ايه؟ نودلز بالبيبسي، يعني اي حاجه افتكسوا بقى، اكتبوا اللي انتوا عاوزينه. ما تنساش برضه تشترك في القناه لو عاوز تشوف المحتوى ده اول باول ان شاء الله، لان ده فعلا بيدعمني جدا ان انا اكمل النوع ده من المحتوى. شكرا جدا ليك، واستنوني فيديوهات اكل كتير الفتره اللي جايه، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.